بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي أخواتي صديقاتي متابعي قناة عالم سمسمة للكروشيه والتريكو، أهلا بكم. إن شاء الله إن إحنا النهاردة هنقدم وحدة مميزة وجميلة وسهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد وقت أبدا في تنفيذها. التنفيذ بتاعها النباتي هيكون مختلف شوية عن الوحدات اللي احنا بنعملها. احنا تملي متعودين ان احنا بنبتدي الوحدة بتاعتنا من المنتصف، وبعدين بنبتدي نخرج ونشتغل ادوار ان كل ما بنكبر لحد ما بنوصل للفريم الاخير الخارجي ده هو، وبعدين بنقفل الوحدة وهي كده خلاص خلصت. احنا النهاردة هنبتديها من الخارج، يعني هنبتديها من الخارج وهنبتدي نتناقص في عدد الغرز بتاعتنا لحد ما نوصل لقلب الزهرة او قلب الوحدة. هنبتديها ازاي؟ هنبتدي انا هعملها بمقاسين ابر طبعا لان احنا بنبتدي بالسلسلة، واحنا عارفين ان السلسلة مع بتبقى مشدودة اكتر من الفاونديشن، غرزة الفاونديشن اللي احنا كنا متعودين ان احنا بنبتدي بيها لو احنا عايزين ان الكل يبقى بيتمدد بنفس الطريقة. يعني هنا هو هتلاقي ان هنا مشدودة عن اللي في النص، شايفين؟ فعشان كده احنا بنبتدي بإبرة اكبر شوية من اللي انا هشتغل بيها. انا هبتدي بإبرة رقم 2.5، وهشتغل الوحدة نفسها من الداخل بإبرة رقم 1.75. هبتديها بخيط تخين شوية عشان برضو يديني اتساع. خلينا بقى كده نبتدي ان شاء الله. هنبتدي الوحدة بتاعتنا على بركة الله. انا هبتديها بخيط تخين شوية عن الخيط اللي انا هشتغل بيه، شايفين الفرق بتاع الخيط؟ فهبتدي بالخيط التخين شوية عشان يديني شوية اتساع في الشغل بتاعي. اول حاجة هنعمل الحلقة بتاعة البداية زي ما احنا متعودين. بعمل حلقة عادية خالص، هخش جوه الحلقة هسحب الخيط، وادي هي كده دي الحلقة. ابتدي ب80 سلسلة، ادي انا كده عملت 80 سلسلة بالإبرة رقم 2.5. هظبط السلسلة بتاعتي بحيث ان هي كلها تكون في اتجاه واحد، عشان لما اجي اقفل الدايرة او المربع اللي انا هعمله ما يحصلش عندي روتيشن او يعني اختلاف يعني في ادي. انا دخلت كده، هخش في اول غرزة عندي، انا اخش بالخيط الاحمر كده، اخش كده. المفروض ان انا هسحب الفتلة الحمراء، بس انا هشبك خيط تاني عشان ابتدي بقى بيه الوحدة بتاعتي. طبعا زي ما احنا متعودين اني انا بربط الخيط، ان انا ما بشبكهوش كده، عشان لما بربط الخيط بحس ان هو بيبقى متماسك او ماسك فيه، ما بيفكش بسهولة. هقص الخيط الاحمر، هقص الخيط الاحمر وهبتدي اشتغل بالخيط الكحلي اللي عندي. هسحب، اخد لفة على الابرة، لفة على الابرة، وهطلع بغرزة منزلقة، لفة على الابرة ويطلع بغرزة منزلقة كده. انا قفلت الدايرة بتاعتي. هاخد الفتلة بقى الكحلي بتاعتي اللي انا هشتغل زي ما احنا متعودين بنشتغل على طول ازاي بيها. انا هعمل 3 سلسلة، ادي 1، ادي 2، ادي 3. هخش في السلسلة اللي بعديها وهعمل عمود بلفة، ادي اول قفلة،
تاني قفلة باخد معايا الخيط بتاعي الزيادة. هعمل كام واحد؟ هعمل 7 عمود بلفة إضافة إلى 3 سلسلة اللي موجودين عندي في البداية، هيبقى أنا كده عندي 8 عمود بلفة. ادي 8. هعمل 9 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6. ادي 9 لفة على الإبرة. السلسلة اللي بعديها هخش أعمل فيها، هعمل بعد كده 4 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. هعمل عمودين بلفتين، هقفلهم الاتنين، بس هقفلهم الاتنين مع بعض. ادي لفتين على الإبرة. هخش الغرزة السلسلة اللي بعديها، اعمل لفة على الإبرة واطلع. ادي اول قفلة، ادي تاني قفلة، واسيب الحلقة على الإبرة. لفتين على الإبرة، هسيب 2 سلسلة وهخش في التالتة، لفة على الإبرة وهطلع. ادي قفلة، ادي التانية، التالتة هاخدهم ال3 حلقات مع بعضين كلهم مرة واحدة في حلقة واحدة، هيبقى بالمنظر ده. وده المكان اللي انا هيبقى عندي فيه الاركان بتاعة الوحدة المربعة. هعمل 4 عمود بلفة بعديها. ادي 2 3 ادي 4. 9 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 9. خد لفة على الإبرة. هعمل 8 عمود بلفة في السلاسل 8 السلسلة اللي بعد كده. هنعمل 8 عمود بلفة في كل سلسلة عمود. ادي 1 ادي 2 ادي 8. هعمل 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 9. لفة على الإبرة وهعمل في السلسلة اللي بعديها، هعمل في ال4 سلسلة اللي بعد كده هنعمل 4 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 لفتين على الإبرة. هخش في السلسلة اللي بعديها، هعمل عمود بلفتين، هلفهم هقفلهم. ادي قفلة، ادي التانية، وهاخد مش هقفل القفلة التانية، هاخد الحلقة على الإبرة. عندي لفتين على الإبرة، هسيب 2 سلسلة وهخش في السلسلة التالتة اللي بعديها، وهعمل عمود بلفتين برضو مش هقفله غير قفلتين. ادي 3 كده، 3 حلقات عندي على الإبرة، لفة وهطلع منهم هما ال3 مع بعض. هعمل 4
4 عمود بلفة، هعمل هنا 1 2 3 4 ورا العمود اللي هو بلفتين دهوت. هكمل شغلي بقى زي هعمل عندي، هيبقى عندي 4 مجموعات. ادي كده 2، ادي 3، ادي 4. يبقى انا هنا ابتديت 8 عمود بلفة، 9 سلسلة، وبعدين 4 عمود بلفة، عمود بلفتين مش هقفله غير قفلتين بس، والقفلة التالتة هسيبها على الإبرة. الحلقة التالتة هسيب 2 سلسلة، وبعدين هعمل عمود بلفتين هقفله قفلتين، وفي القفلة التالتة هقفلهم الاتنين مع بعض، هجمعهم من فوق، وبعدين هعمل 4 عمود بلفة، هعمل 9 سلسلة، وبعدين 8 عمود بلفة، 2 4 6 8، وبعدين 9 سلسلة، 4 عمود بلفة، وبعدين عمود بلفتين هقفله قفلتين بس، والقفلة التالتة عندي على الإبرة، هسيب 2 سلسلة، هعمل عمود بلفتين برضه هقفله قفلتين، والقفلة التالتة عندي على السلسلة على الإبرة، أسفة لفة على الإبرة، وهطلع منهم هما الاتنين هقفلهم هما الاتنين، وبعد كده هعمل 4 عمود بلفة، وهكرر بقى تاني. ودي آخر 9 سلسلة في السطر عندي. أنا المفروض إن أنا هقفل السطر بغرزة منزلقة، بس أنا هعمل إيه؟ هاجي أخش في الغرزة التالتة. أدي عندي السلسلة التالتة أهي، أنا المفروض إن أنا هخش فيها من الخلف للأمام. دي عندي السلسلة التالتة أهي، المفروض إن أنا هخش فيها من الخلف للأمام. هعدل السلسلة بقى بتاعتي هنا، هظبطها طبعا. الفتلة دي لورا اهي، هاجي أخش في الحلقة آخر حلقة عندي، وهدخلها من الأمام للخلف كده، وهعمل وهقفل هي هنا كده مش هتبقى جامدة قوي. هنقص الخيط، فأنا باجي دي ممكن تفك مني في أي وقت، فبروح جاية في السلسلة اللي بعديها، أروح داخلة في السلسلة كده، وأروح مخرجة الفتلة منها، أنزل الفتلة تاني ورا السلسلة اللي بعديها، هخش وهخرج منها. أنا هلف كأني بلف الخيط حوالين السلاسل دي. هبتدي السطر اللي بعد كده، أنا هبتدي بلون أبيض أو لون أوف وايت، يعني المتوفر عندك. هاجي هشبك الفتلة، مش هشبكها في أول عمود، أنا هشبكها في تاني عمود عندي. أدخل الإبرة تحت السلسلة بتاعة تاني عمود، هسحب الخيط بتاعي، هسحب الخيط بتاعي وهربطه عشان ابتدي اعمل السطر التاني. انا بربط الخيط يا جماعة، ربطت الخيط، هخش تاني في نفس المكان، هسحب 3 سلسلة كبديل لأول عمود. ادي 1. انا الخيط طبعا انتوا عارفين البداية بتاعتي انا ببتديها ازاي. ادي 2، ادي 3، لف على الإبرة، هخش تحت السلسلة
هنا مش لازم اخش في العمود نفسه، هخش تحت السلسلة وهعمل اخد لفة على الابرة، هعمل هنا ادي عمود بلفة، هيبقى عندي المجموع هنا 6 عمود بلفة، يعني هنقص، هسيب العمود الاولاني واسيب العمود الاخير، مش هشتغل فيهم او مش هشتغل عليهم، وهشتغل على ال6 اللي في النص بس. يبقى انا هعمل هنا 6 عمود بلفة. ادي كده 5، ادي العمود رقم 6. انا تناقصت، حصل عندي تناقص هنا، انا تناقصت وعملت بدل ما يبقوا 8 خليتهم 6. انا كنت هنا عاملة 9 سلسلة، لا النوبية دي هعمل 10. ادي 1 1 2 7 8 9 10. لفة على الإبرة. هنا أنا هخش فين؟ هخش في أول عمود، هخش في أول عمود، فوق أول عمود ادي 1، هعمل 3 عمود بلفة مش 4. ادي 1 ادي 2 ادي 3. العمود الرابع هعمل فوق منه عمود بلفتين، ادي هنا هعمل ادي عمود بلفتين، نفس اللي عملته في السطر اللي فات هعمله في السطر ده، هقفله قفلتين. ادي 1 ادي 2. هخلي البكلة عندي او الحلقة عندي على الابرة، اخد لفتين على الابرة، هسيب التجميعة دي وهخش في الغرزة او العمود اللي بعديها، هعمل ادي قفلة، ادي التانية، اخد لفة على الابرة. انا كده عندي 3 حلقات اهمت او 3 بكلات، لفة على الابرة وهطلع منهم كلهم مرة واحدة. هعمل 3 عمود بلفة فوق ال3 عمود بلفة اللي موجودين عندي. ادي 1 ادي 2 ادي 3. 10 سلسلة 9 10. لفة على الإبرة، هسيب أول عمود، هسيب ده مش هشتغل فيه، هخش في العمود التاني وهعمل 6 عمود بلفة فوق ال6 أعمدة دولت. أدي 1 2 3 4 5 6، ومش هشتغل لا في ده ولا في ده، هعمل 6. انا هنا بعمل تناقص ده عشان كل ما ده كل ما هخش لجوه، عشان انا اقلل العدد عشان اوصل للسنتر بتاع المربع اللي عندي. ادي 5 ادي 6. اعمل 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لفة على الإبرة، هخش في أول عمود، مش هسيبه، مش هسيب العمود ده، هخش فيه هو على طول أول عمود، وهعمل 3 عمود بلفة. أدي 1 ادي 2 ادي 3. العمود الرابع اللي عندي هعمل فوق منه عمود بلفتين، ادي لفتين على الابرة، هخش هنا في فوق العمود النمرة 4، لفة على الابرة وهطلع ادي قفلة، ادي التانية، اسفة، ادي قفلة، ادي التانية، وهخليهم على الإبرة لفتين على الإبرة. هسيب التجميعة دي وهخش في العمود اللي بعد كده، هعمل فوق منه عمود بلفتين برضو مقفول قفلتين 2، وهقفلهم كلهم، هقفل مع بعض
العمودين مع بعض، لفة على الإبرة، وهعمل 3 عمود بلفة فوق منهم، وهكذا لآخر أما أخلص السطر اللي عندي. وخلصت السطر كده، ده 10 سلسلة. هاجي اللي عملته في السطر اللي فات هعمله في السطر ده، 3 سلسلة همت. ادي السلسلة رقم 3 اهي. انا هخش في الابرة بالابرة من الخلف للامام، وهسحب الحلقة مع ملاحظة طبعا ان احنا ناخد بالنا من اتجاه السلسلة، بسحب وباجي بروح عاملة حلقة كده واقفلها، اقص الخيط بتاعي، وعشان ما يفكش مني باجي هنا واروح داخله في السلسله هنا دي كده، الفه حوالين السلسله بتاعي اللي فوق الاعمده اللي موجوده عندي. هنشبك الخيط اللي بعد كده، يعني ممكن ناخد الخيط اللون الروز ده. هاجي هنا مش هشبك في اول واحد، هشبك في التاني. خد الخيط بتاعي اسحبه، هربط الخيط اخش في نفس الفتحة، لفة على الابرة وهطلع، عشان انا عايزة اعمل 3 سلسلة. ادي 1، ادي 2، ادي 3. ارجع الخيط لورا. انا عندي خيط هنا ممكن احطه بالطريقة العكسية. اخد لفة على الابرة، اخش فيه العمود اللي بعد كده، ادي 1، ادي تاني عمود، اسفة. ارجع الفتلة عندي بتاعتي لورا، لفة على الابرة، اشتغل. ادي العمود رقم 3، ارجع الخيط ده لورا، اعمل العمود رقم 4 عندي، العمود رقم 4. انا هنا كنت عاملة 10، يعني هنا 9 10، هعمل فوق 11 سلسلة. ادي 1، ادي 2، ادي 3 4 8 9 10 11. لفة على الابرة، خليني ابقى ماسكة كده. شايفين انا مش سايباها، انا سنداها بايدي علشان خاطر ما تبرمش معايا والسلسلة شكلها يتغير ويختلف. انا عندي هنا ادي اول عمود انا هخش فيه فوق منه هنا كده، يلف على الابرة، بخش في اول عمود مش في التاني. هعمل 2 عمود بلفة، ادي 1، ادي 2، لفتين على الابرة. هعمل العمود المجمع فوق الغرزة الثالثة من هنا، والغرزة الاولى من هنا، او يعني في الغرزة دي والغرزة دي، وهسيب الغرزة المجمعة دهيت. فهعمل هنا ادي لفة، ادي التانية، وهحتفظ بالبكلة. لفتين على الابرة، هخش في العمود اللي هو الاولاني بعد التجميعة، لفة على الابرة، ادي لفة، اطلع من 2 لفة وهطلع من 2. يبقى انا عندي هنا 3 حلقات، لفة وهطلع منهم كلهم مع بعض، لفة على الابرة، وهعمل عمودين بلفة، هعمل 11 سلسلة، 10 11، لفة على الابرة. هسيب اول عمود مش هشتغل فيه، هخش فيه التاني
وهعمل 4 عمود بلفة. خش في التاني، هعمل 4 عمود بلفة. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وهكرر بقى كده لحد اخر السطر. خلصت السطر التالت، هنشبك بقى الخيط الابيض علشان نعمل السطر الرابع. هنشبكه طبعا، احنا هنسيب اول عمود هنشبك في العمود التاني عشان احنا عارفين ان احنا بنتناقص. عدد الاعمدة بيتناقص، لكن عدد الغرز بتاعت السلسلة اللي موجودة عندنا بيتزايد. كنا بادين ب9، كنا بادين هنا 9، 10، 11. السطر اللي بعد كده هيكونوا 12 سلسلة. هنا احنا هنبتدي نعمل، ادي اول عمود هيكون عبارة برضو عن 3 سلسلة. ادي 1، ادي 2، ادي 3. لفة على الابرة، اخش فيه العمود اللي بعد كده ونعمل عمود بلفة. ادي كده، يبقى انا كده عملت عمودين. هنعمل 12 سلسلة. ادي 1، 2، 3، 12. لفة على الابرة. انا هنا عندي 2 عمود بلفة والعمود بلفتين المجمع هنا هو، فانا مش هعمل غير عمود واحد بس بلفة. ادي عمود بلفة. العمود التاني اللي هو بلفة، العمود كان فوق منه بلفة، هعمل فوق منه عمود بلفتين، هقفله قفلتين بس. ادي 1، ادي 2، وهخلي الباكية الأخيرة على الإبرة، لفتين على الإبرة. هسيب العمود المجمع ده وهخش فوق العمود اللي بعديه، هقفل قفلتين برضو، العمود قفلتين برضو، لفة، وهنخرج من التلاتة مع بعض. هعمل عمود بلفة. الغرزة سهلة جدا، ما فيهاش تعقيد يعني، هي بس هتبقى الخطوة الأخيرة اللي احنا هنعملها، او مش الاخيره قوي يعني، اللي هنعملها علشان خاطر نجمع الحاجات دي كلها مع بعضيها. هنعمل 12 سلسله. هعمل 12 سلسله، وبعدين هنعمل 2 عمود بلفه، 12 سلسله. اللي عملناه هنا هنعمله في هنعمل نفسه هنا في كل الاركان اللي موجوده عندنا. هنا بنتناقص عمودين عمودين في كل سطر. خلصت السطر الرابع، هنربط بقى الخيط التاني علشان نعمل، احنا طبعا هنا مش هيحصل فيه تناقص، بس هنعمل ايه التناقص اللي عندنا هنعمله ازاي. انا اخش في العمود ده وهربط الخيط بتاعي. هربط الخيط بتاعي. انا بعد ما ربطت الخيط بتاعي المفروض ان هيحصل فيه تناقص هنا. التناقص بتاعي انا هعمله ازاي؟ انا دول شغالين كل عمود لوحده، انا هشتغلهم عمود بلفة مجمع، فهعمل ده عمود هنا 2 سلسلة بس، مش هعمل 3 سلسلة. بعدين هاخد لفة على الابرة، هخش في العمود التاني وهقفله قفلة واحدة بس، وهيتفضل هنا عندي 2 حلقتين على الابرة. هاخد لفة على الابرة
وهخرج منهم هما الاتنين، يبقى انا كده قفلت. يبقى كده انا عملت التناقص بتاعي. هنا انا كان عندي دول 12 سلسله، المفروض ان انا السلاسل الجديده اللي انا هعملها في السطر الجديد هزود سلسله، فهيبقى هعمل 13. ادي كده 3 4 5، ادي 13. هنا بقى انت التناقص هنعمل تناقص المفروض هنا. فالتناقص اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بشتغل مكان جنب المجموعة اللي هي بتاعة العمودين بلفتين اللي بعمل فيها تجميعة، فكنت بعمل العمود اللي قبليها والعمود اللي بعديها بعمل فيه عمود بلفتين بس، بقفله قفلتين بس مش 3. فانا هنا هعمل الحكاية دي، فهاخد العمود ده هعمل فيه عمود بلفتين هقفله قفلتين 2 بس، والتالتة هخليها على الإبرة لفتين على الإبرة. هخش فيه آخر عمود عندي هعمل فيه نفس الحكاية، هعمل لفتين على الإبرة كده اقفلهم قفلتين، ويبقى عندي هنا بكلتين على الإبرة لفة، وهخش طلع منهم هما كلهم. يبقى كده أنا عملت التناقص اللي عندي. هعمل تاني هعمل 13، هنعمل 13 سلسلة. دي 1 2 13 لفة على الإبرة. أخش هنا، لو نلاحظ إن دي كانت البداية بتاعت السطر اللي فات، أنا ما ابتديتش من مكانها، ابتديت من مكان تاني. لفة على الإبرة وهقفل قفلة بس، العمود اللي هو بلفة ده هقفله قفلة واحدة بس. لفة على الإبرة وهخش في العمود التاني وهعمل فوق منه برضو عمود بلفة بس هقفله برضو قفلة واحدة بس. يبقى انا هنا عندي عمودين بلفة كل واحد فيهم، قفلة واحدة بس، لفة على الابرة وهطلع منهم كلهم. يبقى انا بعمل فيه ده هو التناقص اللي انا بعمله. ادي 1، وهعمل بقى هعيد تاني لحد ما نوصل لاخر السطر، ونيجي بقى عشان نخلص نشوف احنا هنقفل الوحدة بتاعتنا دهيت ازاي. اهيت اخر واحدة هبرمها او هعلويها كده، واروح جايه من الفتحه بتاعتها دي واروح مدخله الخيط الابيض او السلاسل البيضاء، ابرمها او الويها واروح مدخله فيها، هلويها برضو دخلت فيها اللون الروز، اروح لوياها واروح مدخله فيها اللون الابيض، هلويها واروح مدخله فيها اللون الكحلي. انا بمسكها كده وبلفها كده، وبعدين باجي اخش ادخل فيها السلاسل اللي بعديها، الطبقة اللي بعديها او السطر اللي بعديها، اروح جاية واروح لفها هي دي كمان او برماها، واروح مدخلة فيها الروز، اسحبها كده الفها ادخل فيها اخر ابيض كده تاني، لف ابرمها برمة تانية، واروح مدخلة فيها اللون الكحلي الاخير. يبقى انا كده عندي 8 حلقات. هعمل فيهم ايه بقى؟ هجيب الخيط الكحلي اللي عندي، مش هبرمهم ولا حاجة، بس هبقى محافظة على الاتجاه اللي انا باخد منه. يعني انا عاملة كده، فبدخل الخيط هنا، بدخل الخيط هنا بحيث ان دي تبقى هي نفسها اللي على اليمين كده. هاجي هنا اروح برضو مدخلة الخيط من الخلف للامام، نحافظ على اتجاه واحد برضو اللي بعديها، اتجاه الخيط هيخش من الخلف للامام، اللي بعديها الخيط هيخش من الخلف للامام، اللي بعديها ما انا ما برمتهاش، انا زي ما هي كده ادخل الخيط من الخلف للامام، اللي بعديها
هدخل برضو الخيط عندي من الخلف للأمام، اللي بعديها هدخل الخيط من الخلف للأمام، وآخر واحدة الخيط من الخلف للأمام. أنا ما برمتش آخر سطر، آخر سطر ده أنا سايباه زي ما هو كده. هقص الخيط بتاعي، هاخد الخيط ده هو وهدخله من الفتحة اللي في النص، وهجيب الظهر بتاعه بالشكل ده. هسحب الخيط جامد كده وهروح ربطاه، هربط الخيط، هربطه كده جامد كده، هقلب، فهتبقى عندي بالمنظر الحلو الجميل اللي احنا شايفينه ده. هي ما خلصتش الوحدة على كده، انا هاجي بالخيط الاوف وايت اللي انا كنت شغالة بيه، هاجي هروح ربطها في اي كورنر عندي، هربطه في اي كورنر من اللي هما السلسلتين اللي انا كنت سايباهم من اول سطر خالص. هروح ربطه الخيط كده، هاجي بالابره اللي هي نفسها اللي انا شغاله بيها، مش هشتغل بالابره الكبيره، لفه على الابره كده هاخد، يبقى ادي اول غرزه حشو عندي، ادي واحد، ادي اتنين، هعمل 2 سلسله، ادي واحد، ادي اتنين، 2 حشو تاني في نفس الفراغ، ادي واحد، ادي اتنين، فوق كل عمود من الأعمدة دي في كل سلسلة فرع من السلسلة اللي هي القديمة دي هعمل غرزة حشو في كل عمود عندي، وفي كل فرع عندي هعمل غرزة حشو. هدخل الفرع اللي بعديه، هعمل غرزة حشو، هستمر كده لحد ما اوصل للكورنر. هعمل تاني هنا 2 حشو، 2 سلسلة، 2 حشو، هكمل لحد ما اوصل لاخر السطر. انا كده خلصت اول سطر من غرزة الحشو باللون الابيض. احنا شايفين ان كل الوحدات اللي انا بعملها الفريم بتاعها معمول باللون الابيض، وبعدين فوق منه اللون الاخضر الزرعي ده. انا هجمعهم كده عشان انا هعمل بالوحدات دي انا هعمل بيها شنطة. الوحدة دي وحدة برازيلي، فانا طبعا احنا لازم يعني التاتش بتاعنا يبقى موجود في كل حاجة احنا بنعملها. هنا انا هربط الخيط ده، انا عندي هنا برضو 2 سلسلة، انا هستخدمهم هعمل فيهم حاجة ثانية، يعني هشتغل فيهم بس غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو تاني، وهرجع اشتغل فوق كل غرزة حشو من غرز الحشو اللي عندي دهيت، هشتغل فوق منها غرزة حشو تاني لحد اخر السطر، وتبقى بكده الوحدة بتاعتنا خلصت. وده شكل الوحدة بعد لما خلصت، شكل الوحدة بعد لما خلصت. انتوا شايفين ان انا دلوقتي ده فازلين انا جبته. الوحدة دي عشان معظمها سلاسل وما فيهاش غرز حشو كتيرة، فنلاقي ان هي مطاطية. هي طبعا الوحدة دي تنفع شنط، تنفع مفارش، تنفع جراب نضارة، لو اسفة جراب موبايل. لو احنا جمعنا مثلا 2 من هنا كده و2 الناحية التانية،
وجمعناهم مع بعضيهم هتديني جراب موبايل. لو احنا عملنا 4 وحدات جنب بعضيهم ممكن تديني 4 هنا قدام و4 ورا، هتديني شكل شنطة. هي تبقى شنطة صغيرة، عايزة تكبريها طبعا زي الشنطة اللي احنا عملناها قبل كده براحتك. هنا انا اخترت الفازلين لانه اولا رقيق جدا. تاني حاجة انت ممكن عادي تخيطيه فيه قبل ما تركبي البطانة اللي هتجمع الوحدات دي مع بعضيها. طبعا احنا شفنا اهمية لو كنتوا شفتوا تابعتوا الفيديو بتاع البطانة هتشوفوا قد ايه ان البطانة مفيدة ومهمة جدا عشان خاطر بالذات في شغل الكروشيه، مش عشان بس تحافظ على الحاجات الاشياء اللي موجودة جوه الشنطة ان انت ما تفقديهاش، بس لكن برضو عشان تحافظي على شكل الوحدة بتاعتك اللي انت مستخدماها او اللي انت عملتيها، عشان الابعاد بتاعتها ما تتغيرش وشكلها ما يتغيرش، فبالتالي ما تديكيش الشكل الجميل اللي انت كنت باديه بيه، يعني عشان تفضل اطول فتره ممكنه معاكي محافظه على الشكل الجمالي بتاعها. هو كده الفيديو ده بتاعنا كده خلص. بدي طريقه الوحده سهله جدا وبسيطه جدا. وممكن تعملي طبعا بيها ببواقي الخيط اللي عندك، ما بتاخدش خيط كتير. ممكن تستخدمي بواقي الخيط اللي عندك، هي بس يمكن الخيط اللي هو اكتر حاجه استخدام اللي هو الخيط الاوف وايت او الخيط الابيض لو انت هتستخدمي خيط ابيض مش خيط اوف وايت. انما الباقي كله ممكن يعني بواقي الخيوط اللي عندك ممكن تجمعيها وتطلعي منها وحدات شكلها جميل زي الوحدة دهيت. اتمنى ان انا اكون وفقت في الشرح الوحدة دهيت وتعجبكم ان شاء الله وتنفذوها. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على علامة الكل عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش لو كان الفيديو عجبكم تشرفوني باللايك. التفاعل بتاعكم بيزود انتشار الفيديو. ألقاكم في فيديوهات تانية جديدة إن شاء الله وحاجات جديدة. ألقاكم على خير، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.